غلطه بيقع فيها اصحاب المراكز والفنيين اللي شغالين في الورش بتاعه المراكز. العربيه ممكن تكون ماشيه تمام ما فيهاش اي مشكله، مره واحده كل الاعطال ظهرت معاك على الشاشه، لمبه الاي بي اس، التشيك انجن، كل الاعطال. طيب اول ما الاعطال دي بتظهر احنا المفروض بنركن على جنب، ده الطبيعي. هتلاقي صوت الموتور مغير او حاجه ما تتحركش بالعربيه، اثبت بيها وارفع العربيه على ونش الاقرب مركز الخاص. الكلاتشات دي بي ام جي 6 او ار اكس او اتش اس اف في اي فتيس، دول كلاتش عامه بيعمل نفس المشكله دي. فالكلاتشات هنا الاسطوانه لما بتبدا تتاكل الاتيال بتاعتها بتعمل خلوص في البليه. طبعا البليه كهرباء، لما بتلاقي الفجوه دي في الخلوص تبدا تنور الاعطال، تاثر على البي اس وتاثر على اعطال الموتور واعطال الفتيس، كل المشاكل بتظهر على الشاشه مره واحده. تمام، نتلاشاها ازاي؟ نتلاشاها ان ممكن تكون في بليه، البليه نفسها هي اللي باظت، مش الاسطوانه اتاكلت عملت خلوص. البليه لو باظت لا قدر الله ممكن تكسر الفتيس، فلازم نركن على جنب وناخد العربيه لاقرب مركز متخصص. ولكن الغلطه الثانيه، الكلاتشات ذات نفسها بتبقى محتاجه اثناء عمليه التركيب اللي هو يكون فيها سبيشال تولز معينه عشان ما حدش يدق على البليه هنا فيعمل لها نوع من انواع التلف. للاسف الكلاتشات هنا لما بتركب هو الفني بيسقطها تمام في الفتيس وبيبدا يدق على الجلبه ديت. تمام، الجلبه ديت اول ما بتعوج سنه صغيره جزء من الملي تبدا تعمل رعش في الطلع، كانك الديسك هو اللي بايظ وهو الديسك لسه جديد وطقم الكلاتشات لسه راكب وبرقم، فبيبوظ من دقه واحده بس. لكن لازم سبيشال كلاتشات تركب فيها. فهنا كده انت بتدفع فلوسك مرتين، مره في اللي انت بتغير القديم بتاعك والمره الثانيه في اللي انت بتغير الجديد اللي انت ركبته اللي اتركب بطريقه غلط، وده في اغلب المراكز الغير متخصصه واللي كمان مش مشهوره في العربيه بتاعتك وفي نوع كلاتش بتاعك. فتأنى وانت بتشتري الكلاتشات وبتركبها عند حد يضمن تركبها، فما تشتريهاش من حته وتركبها في حته ثانيه عشان ما تلبسش فلوسها في الاخر. وكمان حاول تجيبها اصليه. عندنا هنا اصليه في ام جي كورنر عامله 49000 جنيه شامل التركيب والتكوين، وده سعر مش هتلاقي فيه حاجه اصليه، هتلاقي بس المضروب، وضمانها كمان عندنا سنه عشان احنا واثقين ان هي اصليه.